بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متتبعاتي. اليوم إن شاء الله رايحين نخيطوا حجاب تاع خرجة. هذا القماش في اللون الأسود، وهذا عندي هنا 2.5 متر. راح نفصلها بالطول وراح نشوفوا مع بعض الطريقة. راح نبدأ على بركة الله. هنا انا رسمت الباترون اللي مرفع نفصل بيه طويت القماش ل4 بالطول كما راكم تشوفوا. انا درتو بالطول باش تكفيني الفصاله تاع هذا القماش. هذا الموديل هنا خديت قياس الكتفين، عرض الكتفين 22. هنا كما قلت لكم راه القماش على 4، ودرت قياس الرقبه 8 سنتيم والباقي للكتف. درت الميلان تاع الكتف. هنا نزلت دورة الإبط 23 سنتيم، ودورة الصدر درت فيها 30 سنتيم، ونزلت من الأعلى الكتف حتى الخصر 45 سنتيم. القياسات هذو يعني ما تتقيدوش بهم، راه كل وحده وقياساتها. هنا عندي بنسة هذه درت فيها 3 سنتيم، درت التحريفة كما راكم تشوفوا، ونزلت بالطول. هنا يعني مش راح ندير الطول الكلي، راح ندير فولو من تحت في الاسفل. القياس هنا اللي درتو يعني مولاتو ماهيش طويله بزاف. هنا درت 118 سنتيم في الطول. راح نفصل ونكملو باقي الفصاله ان شاء الله. هنا راح نقطع الباترون اللي رسمته هكذا، نقص حتى الاخر هكذا. وين درت القياس تاع الطول. انا قلت لكم الزبونه راهي ماهيش طويله بزاف، يعني ما تتقيدوش بالطول هذا. هكذا قصيت هكذا. راح نجي لهنا ونحي قيس 2 صباع من الاسفل فما يجينيش الحجاب مجونح، وراح نفصل هنا في المنتصف، يعني الامام والخلف كيف كيف هكذا. راح نحي هذيك الزياده تاع البنسه بهذا الشكل، نكونوا فصلنا الجزء العلوي. راح هنا نقيس الرقبه. هنا درت 5 سنتيم على بعضهم، 5 سنتيم، لكن من بعد زدت في الرقبه الخلفيه درتها 7 سنتيم. ونحي الامام وحده والخلف وحده بهذا الشكل، ونفصل الرقبه الاماميه بهذا الشكل. درت 14 سنتيم لان تاع حجاب مانيش راح نفتحها بزاف، مع التسجيف راح تزيد هكذا. نفصل الرقبه كما متعودين بهذا الشكل هكذا هكذا. هكذا هنا نجي للجزء المتبقي تاع القماش، وراح نقيس 20 سنتيمتر للفولون. القياس هذا كما قلت لكم راهي مولاتو ماهيش طويله، وحابه فولون صغيره، عملت فيها 20 سنتيم. اللي تعود طويله تقدر تزيد اكثر هكذا. 20 سنتيم راح نقطع القطعه الاولى ونزيد القطعه الثانيه. هنا راه القماش مطوي على 4 بهذا الشكل هكذا، وراح نقصهم. هذا حجينا فيها من بعد كشكشه في الأسفل تاع الحجاب هكذا، يعني راح نبليها من بعد.
ونروح باقي القماش راح نفصل منه الكم. هنا انا رسمت الكم، هنا خديت 24 ودخلت ب 14 سنتيم، والطول 63 سنتيم، وعرض الزندة في الأسفل عملت 15 سنتيم وفصلت بهذا الشكل. أنا سرت له فيديو فقط باش يفوت لي في اليوتيوب لأنه يطول باش يفوت. هكذا. والقماش هذاك المتبقي راح نفصل منه الحزام ونديرو منه تسجيف تاع الرقبة. هكذا راح يجينا بهذا الشكل، يعني نجملو القطع ونروح على ماكينة الخياطة نكملو العمل. هنا راني سجفت الرقبة الخلفية كما راكم تشوفوا هكذا. ونجي هنا عندي قطعة فيها 9 سنتيمتر أو 8 سنتيمتر على بعضهم، 8 سنتيم هكذا، 8 سنتيم. الفيديو يعني كنت سجلته من قبل. راح نطوي هذه القطعة على 2 وراح نخيطها بهذا الشكل، ومن بعد راح نقلبها هكذا. راح نقلب القطعة هذه هكذا. يعني راني درت لكم المراحل كامل، خصوصا يعني المبتدئات باش يفهموا طريقة سهلة وبسيطة يعني، وخرجنا يعني حجاب ما شاء الله على مولاته هكذا. راح نحددها من احسن يعني نتوما تحدوها. انا راح نخيط مباشرة باه ما نطولش، نتوما يعني من احسن تحدوها. هنا انا عينت المنتصف تاع الامام كما راكم تشوفوا، عملت خط بهذا الشكل، وراح نحط هذيك القطعة هنا هكذا. الخياطة لازم تكون في الأسفل، يعني راني عملتها من الأسفل هكذا. ونروح نسجف في الرقبة عادي. يعني أنا ديرت لكم فيديو على تسجيف الرقبة، يعني المبتدئات اللي تحب تروح تشوف ترجع فقط الفيديوهات الأولين راح تلقى دروس هكذا. راح نحط تسجيف الرقبة بهذا الشكل ونخيط نسجف الرقبة عادي هكذا. دايما نسقم القماش مليح ونخيط نستشف الرقبة الأمامية. يعني راني عملت لكم كامل المراحل هكذا بهذا الشكل. راح نحي هذاك الزائد هكذا، كرونتي الرقبة، ونقلب القماش ونعاود نخيط فوق الرقبة من الفوق هكذا. هكذا راح يجينا بهذا الشكل. خيط القماش يعني هذا راه داير حيلة في الصيف هذا في العام هذا هكذا. خيط تأكد بلي السجاف هذاك رانا دخلناه مليح باه ما يجيش يبان، ونخيط نخيط ايضا على القطعة هذه اللي درناها هكذا. من بعد راح نحط عليها لي بوطون هكذا.
كمل. كمل نسجف الرقبة، نسجفها للآخر، ومن بعد حنجمل الأمام مع الخلف كما موالفين. بالنسبة لهنا الموديل هذا راني عملت فيه لي بانس هكذا، نخيطوا هذوك لي بانس، راني درتهم في الامام وفي الخلف. نحي الزايد هذا هكذا، نخيط. البانس هذو درت الطول تاعهم 10 سنتيم، والعرض 3 سنتيم في الأسفل هكذا بهذا الشكل. نزيد جهة ثانية نفس الشيء أيضا للخلف، نفس الشيء بهذه الطريقة. البنس هذوك راح يمدوا يعني منظر مليح للحجاب. هنا نجي للجهة السفلية تاع الأمام ونخيط أيضا لي بنس نفس الشيء. هنا درتهم حوالي 10 سنتيمتر طول، والعرض خرجت ب12 سنتيم، وعينت لي بنس هكذا. نزيد الجهة الثانية بهذا الشكل، خيطهم وراح نجمل الجزء العلوي مع السفلي بهذه الطريقة. هنا نتأكدوا مليح بلي رانا لي بنس حاطينهم مقابلين بعض، يعني ما تجيش وحده رايحه لليمين وحده رايحه لليسار. هنا بالنسبه للبنسات يعني من احسن تدوروا ديروا وحده الجهه وحده الجهه، باش ما تجيكمش هذيك البلاصه خشينه بزاف. هنايا من الاحسن هكذا هكذا راح نحطهم على بعض ونخيطوا عادي. هنا كما قلت لكم لي بانس ديروا وحده دايره الجهه وواحده دايره الجهه هكذاك باش ما تجيكمش هذيك المنطقه خشينه وتمد منظر مزعج. هكذا راح نجمل الامام، يعني الجزء العلوي مع الجزء السفلي. نخيط نفس الشيء راح نعمله مع الخلف، يعني نخيط لي بانس ونجمل الامام مع الجزء العلوي والخلفي بهذه الطريقة. بالنسبة لهذه القطعة انا راح نخيطها، انتم تقدروا تخيطوا يعني على الجهتين، انا راح نعمل خياطة فقط في المنتصف هكذا. انتم يعني تقدروا ديروها قبل ما تجملوا الجزء السفلي بهذا الشكل هكذا. عملت خياطة فقط في الوسط وثبتها مليح، راح تعطينا هذا الشكل هكذا. اكيد من بعد الحديد راح يسقم من الخدمه هكذا. هنا كما راكم تشوفوا لي بنس جايين مع بعض، ها خط واحد. الخلف نعملوا له نفس العمل عملناه من الامام، يعني نخيطوا لي بنس ونجملوا الجزء العلوي مع السفلي، من بعد نروحوا نركبوا لي مونش كما فصلناهم في البداية هكذا.
يعني نخيط الجزء السفلي مع العلوي هكا. البنات راني نهدر ونعاود يعني صرتو المبتدئات هكذا باش يفهموا مليح. بهذا الشكل. هنا راح نجمل عند الاكتاف الطريقة هذه، يعني وريتها لكم من قبل هكذا باش تجينا الخياطة نظيفة، متجيناش فيها حتى ديفو. راح الاكتاف هكذا يجيونا نضاف كل من الداخل كيما من برا هكذا. يعني تقدروا ترجعوا للدروس الاولى فقط تلقاو الطريقه واضحه مليح. هنا راح نخيط لكم هكذا، خيطت يعني الكم الاول وهذا الكم الثاني. هنا القماش المتبقي راح نعملو ديبلي عند الكتف هكذا بهذا الشكل باش يعطيونا الكتف فقط باه يجيو عند الكتف المونش واقف كي تلبس بهذا الشكل. نكون خيطت المونش هكذا بهذه الطريقة. نكون كملت خياطة الذراع. راح نروح لأسفل الذراع يعني للجهة السفلية، نقلب القماش بهذا الشكل وراح نقيس من حافة الكم 14 سنتيمتر ونعين خط هكذا بهذا الشكل. راح نعين من الحافة وندخل ب14 سنتيمتر ونعين خط هكذا نرسم خط ونجيب لاستيك، هذه قطعة استيك وراح نخيطها في هذا المكان هكذا، راح تعطينا هذيك الكشكشة الجميلة في المونش هكذا. ثبت اللاستيك مليح عند الحافة، من بعد نجبد ونخيط هكذا. راح نخيط بهذه الطريقة، نجبد يعني ما نجبد بزاف يجي مزير، ما نرخيه خلاص ما يجيش فيه التكماش. راح نجي هكذا نخيط، نحي هذاك الزائد الطرف الصغير هكذا، راح يعطينا هذا الكشكشة. بعد كي تخيط المونش يعطيه منظر جميل. نفس الشيء يعني عملناه للكم الثاني. هنا جبت هذوك القطع تاع 20 سنتيم كنت فصلتهم في الاول شفتوهم، راح نعمل لهم كشكشه بهذه الطريقه هكذا، يعني راح نخيط وفي نفس الوقت ندفع القماش ليه باش يعطينا هذيك الكشكشه هكذا. هذا راح نديرو في اسفل الحجاب، الفولون هذيك اللي تجي في اسفل الحجاب. راح نعمل القطعتين الاثنين بنفس الشكل هكذا ونروح نركبها في الأسفل هكذا. هنا كملتها، هنا نروح نركبها في الأسفل الحجاب. إن شاء الله برك تكونوا فهمتوا عليا ونكون توفقت في الشرح هكذا. هكذا البلايص يعني نلقى فيهم ما فيهمش الكشكشه نزيد فيهم شوي هكا باه يجيني حاجه باهيه.
هكذا نكمل حتى للأخير. كملها. يعني كنت ناوية نعمل لكم على 2 أجزاء، لكن وليت درتهم جزء فريد واحد، فيديو واحد. باش تجيكم الشرح كاملة مع بعض تفهموه. نكمل حتى الأخير، وراح نعمل نفس الشيء للجهة الأخرى. هنا راح نخيط على الجوانب عادي، نجمل نبدأ يعني من الكم وننزل حتى الأسفل بهذا الشكل هكذا. هنا لازم الوسط يكون مع الوسط، يعني الخياطة كامل تكون مصوبة بعضها. هنا ثاني الفولا من الأسفل تكون مع بعضها. نخيط الجوانب ونكف الأسفل، ومن بعد نشوفوا هنا نكف الكم. انا راني مازلت ما عملتش السورجي، يعني رايحه في الاخير ونعمله. هكذا نكون خيط الحجاب، نعمله كفه في الاسفل، كفه عاديه او عطفه. هكذا نكون كملنا. راح نشوفوا الحجاب مع بعض. هذا هو موديل اللي خيطناه اليوم مع بعض. ان شاء الله تكون افادكم وتكونوا فهمتوا عليا ويكون الشرح تاعي واضح. يعني على مولات وخرج روعه في الواقع، يعني احلى. هذه الفولون اللي كنا خيطناها، والكم ايضا كما عملنا له لاستيك وركبنا لي بوطون، وعملت له ايضا حزام، يعني حزام سهل بهذا الشكل. في الواقع يعني احلى. ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.